غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نخش على الفيديو النهارده ما تنسوش كده نحط لايك للفيديو، تشتركي في القناه لو انت اول مره تشوفيني، وفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله. فيديو النهارده بقى بيعبر عن انشكاحي وفرحي ومبسوطه جدا جدا جدا، لان انا بصوا البيت ده بادئه من اول ما كنت رسماه كده على ورق وبدا يتبني قدامي ويتاسس وبقى له حيطان وكده، بس الحمد لله النهارده بقى له روح. بصوا بقى له روح، شايفين الكهرباء اتاسست كده الحمد لله وخلصناها وفنشنا بيه فيها، بس الفينش بتاع التاسيس مش الفينش بتاع الشكل النهائي يعني. فبجد مبسوطه جدا جدا جدا، لان البيت ده معتبراه كده اللي هو كان طفل صغير وانا ببدا اربيه واحده بواحده، وبقى له حيويه وبقى له روح. طبعا الكهرباء في البيت والميه هي روح البيت. المهم بصوا بقى هوريكم بقى الشكل النهائي بتاعه، وهوريكم ايه اللي عملته وايه اللي انا يعني تغاضيت عنه او قلت يعني مش مشكله مش مهم وعديتها وكده عشان خاطر المركب تمشي. هوريكم انا عملت ايه. طبعا الاساس خالص بيبقى من هنا اللي هي هيبقى فيها العداد اللي هتدعم البيت كله، الدور الاول والثاني والثالث يعني كل الشقق بقى اللي هتبقى فوق ان شاء الله. فاساسها كده من هنا، شايفين هنا بقى يبقى فيه العدادات، وطبعا العداد ده او المربع ده يبقى له باب بيتغطى عشان خاطر لما يبقى فيه سيراميك بقى وشغل نظافه كده فيبقى شكله ظريف. وبرده بصوا شايفين بقى في هنا لنده اهي او لمبه، احنا بنقول عليها لنده يعني بنختصر. والسلك اللي ماشي ده طالع لبره علشان خاطر الجرس اللي هيبقى من باب، عشان خاطر ما عملوش جرس في العمود. المفروض بيبقى فيه من الاساس خالص خالص، وهما بيأسسوا في العمود بيبقى فيه هنا من بره بيبقى فيه مربع كده للجرس بتاع البيت كله، بتاع الدور الاول والثاني والثالث، شايفين. فهو عشان خاطر ما عملوش كده فعملنا من بره. تمام. ده كده الخراطيم دي بتتعمل عشان خاطر تبقى يعني متفنش عليها خالص من على السيراميك، يبقى ما فيش حاجه، ما فيش سلوك طالعه ولا كده. هنا برده تحت السلم حبيت برده تحت السلم اللنده اللي هتبقى من جوه اللي هي هنا دي تبقى الفيشه بتاعتها من بره، عشان خاطر برده تبقى يعني زي نظام الحمام برده الفيشه من بره، عشان قبل ما اخش وافتح الباب يبقى ضلمه من جوه واروح مشغله اللنده من هنا وداخله على طول وهي تبقى منوره. عشان عند والدتي اللنده تحت السلم يعني زي هنا كده مثلا، فبنضطر نخش في الضلمه ونحسس الاول وبعد كده نقيد اللنده من جوه. لا انا يعني برضو فكرت في الحته دي وحبيت ان انا اعملها تحت السلم بقى. بصوا هي يعتبر فيها دي هتبقى عباره عن فيشه، عشان لو حبيت احط هنا الفريزر برضو يعني يبقى الدنيا برضو الاوض نظيفه، مش فيها لا ثلاجه ولا فيها الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. يبقى الاوض عباره عن سراير ودولاب وتسريحه وحاجات بتاعه الاوضه بس. فهنا برضو حبيت ان انا اعمل اوضه يعني بصوا دي هتبقى عباره عن اوضه الكركبه والبهدله والحاجات دي كلها. فريزر بقى، بواقي سجاده غسلها مش عايزاها تبقى مكركبه في الاوضه اروح احطها هنا كده. فحبيت برضو يبقى في هنا فيشه اهو، وممكن برضو اللي تحت نعمل فيشه كمان عادي يعني، نعمل يبقى فيشتين برضو واللنده اهي. بس على فكره كنت حابه اعمل هنا ديكور اللي هي الوزره دي كده او المربع ده كده، كنت حابه اعمل ديكور كده بالطوب الحجري ومعاها شريط ليد كده، يبقى يعني عايزه لها فيشه او سلك. فبصوا يعني كان المفروض بقى يجي لها وصله من هنا، شايفين من هنا تنزل كده كده كده، وبعدين تطلع بقى السلك يبقى له سلك هنا، بحيث الديكور اللي انا عايزاه لما يجي يتعمل يبقى السلك بتاعه جاهز. فللاسف ما كانش فيه خراطيم او الخراطيم خلصت، عشان اجيب خرطوم بس او حته خرطوم تعمل كده لازم اجيب لفه كامله على بعضها. فبرده دي من الحاجات اللي انا تغاضيت عنها وقلت مش مشكله ومش مهم يعني وخلاص يعني ما فيش مشكله خالص. اهم حاجه الاساسيات مع شويه حاجات بسيطه، اما الحاجات البسيطه دي لو ما فيش امكانيات اللي تتعمل خلاص عادي. في هنا برضو الفيش دي بتاعت بقى قدام الباب قدام البيت خالص، وبتاعت هنا والسبوتات دي شايفين. دي بقى هتبقى ان شاء الله هتبقى يعني الصاله اللي هيبقى فيها الركنه ويبقى فيها شاشه العرض هتكون هنا. شايفين انا اخترت الحيطه دي حيطه كامله يبقى فيها شاشه العرض، يعني بيقترحوا عليا ان انا احطها على الحيطه دي تبقى يعني ما بين الارج وما بين باب الشقه تبقى الشاشه هنا. قلت لا هتبقى بهدله يعني اللي رايح واللي جاي، ولا انا مثلا معديه شايله بطانيه ولا حاجه حابه اشمسها فوق ولا كده، لا يعني مش ظريفه ان هي تبقى على طول جنب باب الشقه كده، يبقى فيها في هواء في بهدله ممكن لا قدر الله تحصل لها حاجه. فبصوا بقى حبيت يبقى لها حيطه كامله عشان اعملها برده شويه ديكورات. انا عامه مش هعمل جبس مكتبه جبس يعني مكتبه للشاشه مش هعمل، ممكن اعمل جبس في السقف ان شاء الله هعمل، بس كمكتبه بقى مش هعملها. هعمل ترابيزه خشب، هعمل رفوف خشب، حاجات كده ايه من اللي هي الخشب برضه.
تمام. فهنا برضو السلك بتاع تظبط لها يعني السلك بتاع الدش هيطلع لها من هنا، يبقى ما فيش سلوك بقى طالعه ولا نازله، عشان خاطر الشقه اللي انا فيها حاليا فيها سلوك في كل حته. فبرضه دي من ضمن الحاجات اللي مفرحاني جدا. عارفه ان في ناس كتير عاملاها وفي شقه اخويا معموله وكده، بس انا بقول لكم برضه قرروا هتحطوا الشاشه فين او التلفزيون او ايا كان ايه، علشان تظبطوا لها فيشه وتظبطوا لها السلك بتاعها. ده السلك بتاع الدش اهو، وده كده سلك النت برضو، عشان سلك النت برضو ما يبقاش طالع ولا نازل، ولا يبقى برضو ما فيش سلوك كده مبهدله او عامله كركبه، كله يبقى من جوه الحيطه وتحت الارض تحت السيراميك. تمام اهو شايفين. دي فيش عاديه، بحيث لو حبينا نحط شاحن واحنا قاعدين نشحن ولا كده، الركنه ان شاء الله هتبقى هنا حرف ال مش حرف الواي، هتبقى يا دوبك واخده الحيطه دي كده ولا واخده الحيطه دي كده. النيش ان شاء الله هيتلغي تماما تماما تماما، حتى ممكن ما اعملش نيش صغير يعني عشان احط، لا مش ممكن ما اعملش نيش نهائي. شايفين هنا هيبقى الركنه حرف ال، هنا تبقى الشاشه بترابيزه كده بشويه ديكورات حلوه كده، والحيطه دي ممكن نحط عليها يعني برضو ديكور بسيط، سلم اللي هو بيتحط عليه ورد، اي حاجه ديكوريه، مش هعمل نيش خالص. ان شاء الله النيش بتاعي اللي هبيعه واتصرف يعني، انا مش عايزه كده كده اصلا محطوطه والله العظيم عقبه كده في البيت، مضيق المكان جدا، والحاجات اللي جوه بتتطرب على طول، ما فيش كام شهر اكون غسلاها وتتطرب، وعايزه غسيل وعايزه بهدله وتخافي على الحاجه قوي، طب وعلى ايه اصلا يعني. المهم بصوا هنا برضو فيشه، يعني لو حبيت احط حاجه يبقى ايه فيشه برضو في الحيطه دي ما تبقاش فاضيه. ممكن اعمل هنا برضو حاجه بشريط ليد منظر يعني كده، ان شاء الله تبقى كله تبقوا معايا بقى ان شاء الله في الحاجات دي كلها. دي الاوضه اللي كنت بربي فيها فراخ برضو، بصوا شايفين. هنا قررت يعني طبعا اللي يعملك الكهرباء لازم يسالك، يعني لازم يسالك انت هتعملي ايه هنا وهنا، علشان خاطر الاساس بتاعك هو اللي هيحدد انت هتعملي ايه بالظبط. لو حتى مش هيسالك انت اقتحم عليه كده وقولي له رايك، قولي له انت عايزه تعملي ايه هنا وايه هنا، عشان خاطر ما ترجعيش تندمي وتقولي ده ما سالنيش، او انا يا ريتني كنت عملت كده او عملت كده. يعني اتدخلي في كل حاجه، وما يعني ما تخليش حد يعني يفرض رايه عليك، انت تدخلي في كل حاجه. انت اللي هتعيشي في البيت، حتى مش جوزك هيروح يشتغل هيسافر هيروح هيجي، انت اللي هتبقى عايشه في البيت. فلازم تعملي كل حاجه مريحه للاعصاب ومريحه لاستخدامك، واقعدي فكري مثلا الاستخدام العملي برضو، مش اي حاجه وخلاص يعني. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دي هتبقى اوضه الاطفال. فانا الدولاب هيتحط على الحيطه دي اهي، اللي هو انا برضو قايسه، انا معايا هنا متر كده بقيس بيه، معايا متر بقيس بيه، فانا عارفه دولاب الاطفال عندي مترين، هنا برضو المسافه اللي هنا مترين بعيدا عن الباب ده يقولوا متر او حاجه، ويبقى من اول هنا لغايه هنا كده الدولاب ماشي ان شاء الله. فهنا مفيش ولا فيشه اهو شايفين، مفيش ولا فيشه، الفيشه دي داخله على اوضه النوم يعني مش باينه هنا اصلا. وهنا يبقى في فيشه هتبقى كده يعتبر يعني الكومودين هيكون هنا مثلا، يعني هيبقى في سرير هنا وسرير هنا والكومودينو في النص، والدولاب هيكون هنا. معرفش بقى النظام هيكون عامل ازاي او الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي، لان برضو السيراميك لما بيتعمل مع الدهان مع الحاجه انت برضو يعني ممكن دلوقتي اقول ايوه انا هحط هنا وهنا، بس ممكن تغير، بس اهم حاجه الاساسيه ايه ان هيبقى الدولاب هنا. تمام شايفين. لو عملت بقى السريرين كده واحد هنا والتاني هنا هيبقى المسافه ما بينهم صغيره جدا، ممكن الكومودينو ما يتحطش، بس ممكن يمشي يعني. احنا نبقى مع بعض ان شاء الله يا رب، نبقى مع بعض كده على الخير على طول، وتبقوا متابعين معايا برضو، لو في حاجه تنصحوني بيها برضو انصحوني يعني. ده هيبقى بيتكم انتوا كمان، انتوا هتتابعوا معايا وهتبقوا بتتفرجي على روتينات وهنعمل مع بعض حاجات حلوه، فلازم تشاركوني كل حاجه، اعتبروه بيتكم بالظبط، ونشارك مع بعض كل حاجه، علشان خاطر احنا هنعيش مع بعض فتره يعني من غير مقاطعه ان شاء الله. فلازم تتابعوني كده وتقولوا رايكم واكنه بيتكم بالظبط يعني. وانا ان شاء الله هعمل بكل حاجه انتوا هتقولوها كده، انتوا زي ما انتوا بتستفادوا مني في بعض الحاجات انا كده هستفاد منكم برضو. فهنا بصوا هنا للاسف ما فيش فيش، مش عارفه ليه، بس عشان خاطر هيبقى ممكن يبقى ظهر السرير هنا ولا حاجه، ظهر السريرين هيبقوا هنا، فمش شرط فيش، مش مشكله خالص. في هنا فيشتين اهو، في واحده اهي، وفي اللي هو اول الباب اللي هو بيبقى بتاعه اللنده والحاجات دي كلها، ما يبقى في مثلا زرار للولد وزرار اللي هو الفيشه اللي انت بتدخلي فيها اي حاجه. تمام. وفي هنا برضو ابليك او كده ديكورات يعني، وهنا برضو اللي هو هيبقى فينا ابليك وهنا ابليك شايفين. وهنا ان شاء الله هعمل جبس، بس لسه مش عارفه عشان خاطر التكلفه وكده، مش عارفه اعمل جبسن بورد ولا جبس عادي يعني اللي هو من غير بقى ليد ومن غير حاجه، مش عارفه بصراحه، لان التكلفه هتبقى عاليه شويه. الصاله اللي انت شفتها بره دي اكتر جزء انا ههتم بيه في كل حاجه، ههتم بيه بجبسن بورد، ههتم بيه بديكورات بقى وحاجات والركنه هجددها، وبصوا هتشوفوا فيها دلع. اما الاول يعني عشان خاطر هي متداريه وعشان خاطر التكلفه ممكن يعني في حاجات كده امشيها. اوضه النوم بقى ان شاء الله هي برده مش واسعه، يعتبر زي الاوضه اللي انا عايشه فيها هناك، بس برده حلوه كفايه، بس هي تبقى ملك كده كفايه. لو عشه ملك، في مثل كده بيقول لو عشه ملك ولا فيلا شرك، اكيد فهمتوا المثل من غير ما اشرحه يعني. فبصوا بقى هنا
هنا دي الفيش العاديه بتاعت اول ما تخشي تشغليها على طول بتاعت اللمبه. وهنا برده مكان الاباجوره، لان ممكن يعني عشان خاطر الاوضه مش واسعه قوي هيبقى السرير هنا جنب الحيطه، وهيبقى فينا كومودينو، فيبقى في يعني فيشه مثلا اباجوره شاحن اي حاجه بقى. وهنا برده ابليك كده يبقى فوق السرير، يبقى شكله حلو. وهنا برده ده الشباك ده بيطل على المنور. بس شايفين هنا بقى مش فيه ولا فيشه خالص، لان الدولاب هيبقى هنا. طبعا دولاب اوضه النوم بيبقى كبير شويه عن اوضه الاطفال، بيبقى مترين وحاجه، فانا مش فاكره مترين وكام بالظبط، بس هو يبقى يعتبر واخد الحيطه دي كده. وهنا برده ان شاء الله يبقى التسريحه، فهي عامل هنا في فيشه اهي، لو حبيت برده اشغل حاجه او كده بقى في فيشه يعني. تمام اهو. طبعا الحاجات دي كلها هتتسد مع المحاره مع جبس ولا حاجه كده، الدنيا هتتظبط خالص. شايفين بقى الحمام برده من ضمن الحمام ان الفيشه بتبقى بره، لان هتقولوا ما عادي، ما اي حد بيعمل فيشه بره. لا، هقول لكم في ناس بتعمل الفيشه من جوه او بتنسى او ممكن ما تقولش رايها في الحاجات دي، فانا برده خلي بالكم الفيشه تبقى من بره بحيث انتوا تشغلوا اللمبه قبل ما تخشوا. وبرده الزرار للسخان برده يبقى من بره، عشان لو لا قدر الله تقدري تتحكمي فيه وانت من بره، بحيث لو في ابنك جوه او في حد جوه او كده تقدري تفصليه في ثانيه وانت بره. وبرده عايزه اقول لكم على نصيحه مهمه جدا جدا، ولو انت عندكم سخان وكده وشغال وحبيت انت تخشي تاخدي شاور وكده، افصليه الاول. هو كده مسخن ميه فيه سخنه وكده، فانت هتفصليه من بره، بعد كده تخشي تعملي اللي انت عايزاه. كان نفسي اعمل هنا برده فيشه، بس مش عارفه بصراحه، نسيت اعرفه، بس احنا لسه فيها. ممكن اعمل فيشه هنا يعني مفيش مشكله. ليه عايزه اعمل فيشه هنا او زرار؟ عشان حابه اللي هنا مثلا هيكون الحوض، مش عارفه هيكون على الحيطه دي او على الحيطه دي، مش عارفه لسه ما قررتش يعني، بس يبقى فوق الحوض مرايه ليد اللي هي بتشتغل بالتاتش وبتنور وكده. فان شاء الله يعني احنا لسه فيها، هخليه يعمل لي برده فيشه او زرار يعني يبقى المرايه ليد، ممكن تبقى على الحيطه دي كده او ممكن على الحيطه دي مش عارفه. تمام، فاحنا الحمد لله لسه فيها وهعمل يعني. نيجي بقى لاخر حاجه واهم حاجه مملكه اي ست في شقتها، هو المطبخ. شايفين بصوا بقى، صلوا على النبي كده، كام فيشه ما شاء الله. بصوا شايفين فيش قدين. شايفين ادي هنا 1 2 3. هنا يبقى البوتاجاز او ايا كان بقى، يبقى في هنا برده فيشتين، وفي واحده فوق اللي هي فوق دي هتبقى للشفاط. تمام. هنا برده هيبقى فوق الحوض هيبقى هنا في هنا فيشه، وفي هنا فيشه برده. فانا بعد ما اخلص قلت له انا عايزه فيشه تبقى هنا ان شاء الله تبقى الغساله اهو. شايفين الغساله؟ فانا مش حابه برده سلك الغساله يبقى طالع لفوق كده ويبقى باين، عايزاه يبقى متداري ورا الغساله، فخليته برده يعمل لي فيشه هنا. بعد ما عمل دي كانت الغساله خلاص، بس قلت له انا عايزه فيشه تبقى تحت بحيث يبقى السلك بتاعها مش باين، او يمكن فيما بعد ربنا يكرمني واجيب مثلا غساله من اللي هي بابها من تحت اللي هي فول اوتوماتيك، فبرده ممكن تتحط كده ويبقى عليها رخامه، اقفل فوقها رخامه برده. ايا كان دي او دي، الحركه دي حلوه برده مش وحشه. شايفين بقى الخرطوم اللي في الارض ده كده؟ شايفين ده كده بتاع سلك الدش اللي هو هيشغل الشاشه وكده، فهو جاي كده اهو. شايفين؟ طبعا هيتبلط عليه مش هيبقى له اي اثر. وده هنا سلك الدش وسلك النت، ده يبقى يطلعوا بقى من المنور كده علشان خاطر يبقوا فوق يعني. فانا الوضع لسه مش واضح قوي عشان خاطر في كركبه وبهدله والكلام ده كله. كل ده ان شاء الله مع الوقت هيتظبط لسه هنعلي، ولسه هنديها طبقه اسمنت، ولسه هنديها رمله، وهنديها سيراميك، وكل الكلام ده هيبقى عالي والدنيا هتبقى مظبوطه. بس كده يعتبر وريتكم كل حاجه انا عايزه اوريها لكم. وبشكر كل حد عالي ان ربنا يكملها لي على خير او عايش هنا بسرعه وكده. بشكركم جدا 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 من كل قلبي والله بجد. وان شاء الله يعني ربنا ييسر الامور كده واللي ربنا عايزه يكون. وانا مبسوطه جدا جدا بالخطوات اللي انا ماشيه بيها حتى لو كانت بطيئه، فانا مبسوطه جدا بحمد ربنا عليها يعني. الحمد لله برضو غيري مش لاقي ربع النعمه اللي انا فيها دي، فالحمد لله. وتابعوني بقى اول باول لو في حاجه يعني حابين ان انا ازودها كده، لسه في الاول. لو في حاجه عايزين ازودها وانتوا شايفينها يعني في مصلحتي او كده قولوها لي برضو، بحيث برضو ما ارجعش اندم بعد كده اقول يا ريتني كنت زودت حاجه هنا او عملت حاجه هنا او كده. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو في اي ملاحظات عرفها لي برضو، وتنسوش بقى تشتركوا في القناه ولايكات كتير للفيديو وفعلوا الجرس على كلمه الكل. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، ومع السلامه.